على بالك علاش لي ميك اب ارتست كامل يستعملوا هاد الكريم تاع الترطيب؟ اروح نقول لك علاش. اول حاجه هي عباره عن كريم ترطيب لكل انواع البشره، وثاني عباره عن باز، يعني عندها عده استعمالات تستعملها الحفافه في بلاصه ما تشري زعما كريم ترطيب البشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشره الجافه المختلطه، تشري كريم ترطيب وحده وفيها عده استعمالات دوك نفهمكم في هذا الفيديو. وثاني تقدروا تستعملوها كماسك على البشره، تحطوها في البشره تاعكم طبقه سميكه لمده 10 دقائق، من بعد تجوزوا كامل تمسحوها راح تلاحظوا البشره تاعكم تولي رطبه وناعمه وجاهزه لاي ميك اب. وتقدروا تستعملوها كشغل اون باز لابو تاعكم قبل ما ديروا المكياج تاعكم. اذا كانت عندكم فوندو ثقيله بزاف على لابو تاعكم، تخلطوها مع كريم ترطيب هاديه، من بعد تطبقوها على لابو تاعكم، راح تعطيكم طبقه خفيفه ورقيقه وتناسب البشره تاعكم. وتقدري تستعمليها تنحي بها المكياج، يعني ميك اب ريموفر، يعني في عده استعمالات لمنتج واحد. برك شويه يجيكم غالي باسكو من 500 الف للفوق، وكاين بزاف بدائل عليه في السوق الجزائريه تقدروا تدوه كبديل. بما انه كاين بزاف مبتدئات في مجال الحلاقه، اكتبوا لي في لي كومونتير البدائل تاعو نتوما كميك اب ارتست، واش تستعملوا منتجات ليكم باش المبتدئات يشوفوهم ويشروهم، يعني بديل تاع هاد كريم تاع الترطيب. نصحوهم في لي كومونتير باش يستفادوا.